أهلا بيكم معانا. النهاردة هنتكلم عن مكان استثنائي بكل المقاييس، المتحف المصري الكبير. يعني كأنه بطل قصة أو فيلم وثائقي عالمي. وبيقولوا إنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وطبعا هي حضارتنا المصرية القديمة. دي حاجة فعلا مميزة. ده غير المكان نفسه، يعني على هضبة الأهرامات كأنهم بيكملوا بعض. والمساحة، بنتكلم في نص مليون متر مربع تقريبا، مساحة ضخمة. فالنهاردة كده خلينا نفصص الكلام ده ونشوف إيه أهم الأفكار اللي المصادر دي بتقدمها عن المتحف وأهميته. نبدأ الحكاية؟ البداية كانت حلم قديم من أكتر من 20 سنة. فكرة إن مصر كنوزها دي كلها محتاجة مكان واحد يليق بيها ويجمعها، مش كده؟ بالظبط. حلم كبير فعلا، والتنفيذ كان أكبر وأضخم. واختيار الموقع ده جنب الأهرامات ما كانش صدفة أبدا. ده اختيار ذكي جدا، بيربط الماضي بالحاضر. الأهرامات رمز الخلود، والمتحف جاي يحتفل بنفس الحضارة دي ويحافظ عليها، كأنه بيكمل القصة. ولما الواحد يدخل بقى جوه، الوصف هنا بيقول إن الإحساس مختلف، كأنك داخل مكان مهيب، معبد فرعوني حديث زي ما بيقولوا. وأول حاجة بتقابلك تمثال رمسيس الثاني العملاق ده، واقف في البهو الرئيسي، كأنه بيقولك أهلا بيك في تاريخ مصر. استقبال مهيب بصراحة. فعلاً. والنقطة المثيرة للاهتمام هنا بقى إن كل حاجة في التصميم ليها معنى، مش مجرد ديكور. يعني السلم الكبير ده أو الدرج العظيم، السلم اللي عليه التماثيل. أيوة هو ده مش مجرد سلم بنطلع عليه، لأ، ده رحلة في التاريخ. وإنت طالع التماثيل دي حواليك تماثيل ملوك وملكات مصر، كل خطوة بتقربك أكتر من عصر معين. تصميم عبقري بصراحة. ده غير بقى الواجهة الزجاجية الكبيرة قوي دي اللي بعرض المبنى تقريباً. دي مش مجرد إزاز، دي زي شاشة سينما طبيعية مفتوحة على الأهرامات. تخيل المنظر. بالظبط. انت واقف جوه مبنى حديث جدا بتكنولوجيا القرن ال21، وباصص على أعظم آثار من آلاف السنين. ده حوار بين الماضي والحاضر بيحصل قدام عينك. التصميم هنا عمل حاجة مدهشة. طيب ندخل بقى على قلب الموضوع، الكنوز نفسها. الأرقام اللي بتتقال يعني أكتر من 100,000 قطعة أثرية. رقم ضخم جدا فعلا. رقم يخلي الواحد يتخيل حجم التفاصيل اللي جوه. مش بس تماثيل ومومياوات، لأ، ده بيقولوا فيه أدوات حياة يومية وحاجات شخصية. صحيح. أدوات زراعة، أدوات زينة، ألعاب أطفال، أواني. كل قطعة بتحكي قصة صغيرة عن الناس اللي عاشوا زمان. ده اللي بيخلي المتحف غني قوي. وطبعاً أهم ما في الموضوع كله واللي العالم كله مستنيه هي كنوز الملك توت عنخ آمون. المجموعة الكاملة معروضة في مكان واحد لأول مرة. توت عنخ آمون دي لوحدها قصة تانية خالص. بالظبط. إحنا متعودين نشوف القناع لوحده، العرش يمكن في مكان تاني، لكن إنك تشوف أكتر من 5000 قطعة تخص الملك ده في قاعتين كاملين، ده بيديك فهم مختلف تماماً. مش بس عن الملك، لأ، عن العصر كله، الفن، الصناعة، الديانة، كل حاجة. وبيذكروا تفاصيل عن قطعة معينة تخلي الواحد ينبهر أكتر. القناع الذهبي طبعاً ده أيقونة عالمية، لكن كمان العرش بتاعه بكل تفاصيله الدقيقة، والعجلات الحربية إزاي لسه محتفظة برونقها وقوتها دي، والمجوهرات والحاجات الشخصية بتحسسك إن الملك ده كان إنسان حقيقي. فعلاً. كل ده بيرجعنا لقصة الملك الصبي اللي حكم فترة صغيرة بس ساب كنز ملوش مثيل. قصة بتفضل تلهم الناس دايماً. والعرض الكامل ده بيعمل زي بانوراما لحياة الملك، يعني الزائر يقدر يشوف تطور حياته من خلال حاجته، من الألعاب للعجلات للحكم للأثاث الجنائزي. ده بيدي عمق تاني خالص للقصة، وبيساعد الباحثين كمان إنهم يدرسوا المجموعة كلها على بعضها لأول مرة بشكل متكامل. دي فرصة علمية مهمة جدا. وده ياخدنا لنقطة تانية بتتكرر كتير في المصادر دي، إن المتحف مش مجرد مخزن آثار أو مكان بنتفرج فيه وخلاص. لأ، هو معمول عشان يبقى تجربة كاملة، رحلة جوه الزمن. تمام. يعني التجربة نفسها، طريقة العرض، الهدف منها إنها تكون تفاعلية، في مساحات تعليمية للكبار والصغارين بأساليب جديدة، وفي كمان معامل الترميم. ودي نقطة مهمة قوي، إن الزائر ممكن يلمح الشغل اللي بيحصل للحفاظ على الآثار دي.
ده بيزود التقدير للمجهود المبذول. أكيد. ده غير بقى استخدام التكنولوجيا، الواقع المعزز والشاشات التفاعلية، عشان الزائر يحس إنه مش مجرد بيتفرج، لأ، ده جزء من القصة نفسها. بالظبط. ولو بصينا للصورة الأكبر بقى هنلاقي إن في رسالة أعمق المتحف بيحاول يوصلها، اللي هي إيه؟ إنه يقدم مصر بشكل جديد للعالم، مش بس حضارة قديمة وخلاص وانتهت، لأ، حضارة لسه عايشة ولسه بتبدع وبتبني صروح زي المتحف الكبير ده في العصر الحديث. يعني المتحف نفسه دليل على إن الإبداع المصري مستمر. فهمتك. فكأن الرسالة مزدوجة، إحنا بنعتز بتاريخنا وبنحافظ عليه بأحدث الطرق، وفي نفس الوقت بنبص للمستقبل وبنتواصل مع العالم بلغة العصر. الفكرة دي هي روح المشروع كله. المتحف سفير ثقافي لمصر الحديثة زي ما هو حارس لتاريخها. وابت حضارة عمرها آلاف السنين، بس لسه قادرة تبهر وتلهم العالم. وفي عبارة عجبتني قوي: مصر مش بس بتحتفظ بتاريخها، مصر بتعيشه كل يوم. جملة قوية ومعبرة فعلاً. بتلخص فكرة إن التاريخ ده جزء من هويتنا دلوقتي، مش مجرد حاجة في الكتب. تفتكري إيه المعنى الأعمق ورا الدعوة دي؟ يعني غير إنها دعوة سياحية طبعاً. أنا شايفة إنها بتطرح سؤال مهم، إيه معنى إن حضارة زي دي بكل عمقها وتاريخها تختار تقدم نفسها للعالم كله في مكان واحد بتجربة مباشرة كده؟ هل مجرد إن الواحد يشوف الآثار دي بعينه ويحس بعظمة الناس اللي عملتها ويقف قدام التاريخ كده وجهاً لوجه، هل ده ممكن يغير فعلاً نظرته للحضارة دي؟ يعني هل التجربة الحية دي ليها تأثير مختلف عن القراية أو الفرجة على الأفلام؟ بالظبط. هل ممكن تخلق رابط إنساني أعمق مع الماضي ده؟ هل بتخلي التاريخ أقرب لينا؟ سؤال وجيه جدا. هل التفاعل المباشر ده ممكن يغير قناعات أو يصحح أفكار، أو يمكن يخلي أجيال جديدة تهتم بالتاريخ ده بشكل مختلف؟ تماماً. ويمكن كمان تكون التجربة دي مش بس بتفتح عينينا على الماضي، لكن كمان بتبني جسور تفاهم بيننا وبين الثقافات التانية في الحاضر. إزاي؟ يعني لما زائر من أي بلد في العالم يقف قدام قطعة أثرية عمرها 5000 سنة ويحس بنفس الإعجاب والتقدير اللي ممكن يحسه أي حد تاني من أي مكان تاني، هل ده بيخلق لغة مشتركة بين البشر؟ لغة بتتجاوز أي اختلافات؟ سؤال مفتوح للنقاش والتأمل. للمستقبل. من خلال تجميع خيوط المعلومات من المصادر المختلفة، الرسالة شكلها مركبة. هو أكيد احتفال، واحتفال كبير جداً بعظمة الماضي المصري، لكن في نفس الوقت وبشكل واضح قوي هو استثمار ضخم في المستقبل. استثمار في السياحة، في الثقافة، في التعليم، في بناء صورة إيجابية عن مصر المعاصرة. هو بيقدم للعالم وللمصريين نفسهم حكاية بتقول إن الحضارة دي مش بس بنت أهرامات ومعابد زمان، لأ، هي لسه قادرة تبني صروح عظيمة دلوقتي وقادرة تحافظ على تاريخها وتجدده وتقدمه للعالم بفخر. يبقى لو حبينا نلخص أهم الأفكار اللي طلعنا بيها من مصادرنا النهاردة عن المتحف المصري الكبير، هو أكتر بكتير من مجرد متحف. هو بوابة عملاقة بتفتح على حضارة ألهمت الدنيا كلها الآلاف السنين. هو مشروع بيجسد حلم قديم قوي اتحقق بتخطيط دقيق. هو تحفة معمارية بتحاور التاريخ والجغرافيا. هو خزانة كنوز بتحكي قصة الإنسان المصري القديم بكل تفاصيلها. والأهم، هو تجربة ثقافية حديثة بتستخدم لغة العصر عشان تكلم أجيال جديدة. وزي ما بتختم بعض المصادر، مصر بالمشروع ده بتأكد إنها مش بس بتحافظ على تاريخها، لكنها بتعيشه وتتنفسه كل يوم. فعلاً. والمتحف ده بيمثل جسر حقيقي بين الماضي السحيق والحاضر الحي والمستقبل الواعد. دوره مش هيكون بس عرض كنوز الماضي، لأ، ده هيمتد للمساهمة في تشكيل الوعي الثقافي للأجيال الجديدة وتعزيز الإحساس بالهوية والانتماء وتقديم مصر للعالم بالصورة اللي تستحقها كمهد لواحدة من أعظم الحضارات وكدولة حديثة بتبص للمستقبل. هو استثمار في الذاكرة وفي بكرة في نفس الوقت. وفي النهاية، بعد رحلتنا دي في المعلومات المتاحة عن المتحف المصري الكبير، يمكن السؤال اللي ممكن نسيبه للمستمعين يفكروا فيه، بعيداً عن القيمة التاريخية والأثرية الواضحة، يا ترى إيه ممكن يكون الأثر النفسي والشخصي لزيارة مكان بيجمع كل الكم ده من الزمن والتاريخ والجمال والإبداع البشري في مكان واحد؟ هل ممكن تجربة زي دي تغير فعلاً نظرة الواحد لماضيه وبالتالي لإمكانياته في حاضره ومستقبله؟ أو ممكن نتساءل، مع وجود كل الآثار دي متجمعة ومتاحة للدراسة بأدوات حديثة، إيه الأسرار والحكايات الجديدة اللي ممكن المستقبل يكشفها لنا عن الحضارة العظيمة دي وما كناش نعرفها قبل كده؟
يا سر الحكاية من سنين، في طيتك سحر البدايات، وفي نيلك دفى الحنين. يا مصر ويا تاج الجمال، قلبك دايم بالأمل مال، كل خطوة على أرضك تحكي حكاية عراقة ووفا وجلال. دي مصر يا ست الكل، اسمك في القلب السلام، من الشرقية لبحرك البعيد، كل حجر يشهد عالزمان. بلدي يا تاج الفهر، صوتك يطمن كل البشر، لو يوم حزن أو تعب حضنك الدافي يهون كل الأمر. يا نيل يا شاهد الزمان، يا ضيف ليالي الحزن، خد من هواها الأمان، وروي الحلم في الوطن. في مصر يا نور العمر، فيها الأمان والمطر، صوتك يطمن في الليل ويروي قلوب البشر، كل خطوة فرضك تحكي مجدا أزليا لا يموت، تاريخك على مر العصور. يا مصر يا نور ودعاء كل وقت، دي مصر يا أم الحضارة، يا تاج الكرامة والفخر، من يوم خلقت الحضارة وانتي في القلب دايما